تخيل نشال شوارع فجأة بيبقى زعيم مقاومة ضد الاحتلال الانجليزي، هل فعلا ممكن التغيير بالشكل ده؟ مسلسل النص بيحاول يجاوب على السؤال ده، لكنه كمان بيرسم صورة عن الصراع الطبقي في مصر وقت الاحتلال. هل المسلسل قدر يقدم القصة بواقعية ولا في اخطاء تاريخية؟ خلونا نشوف. عبد العزيز النص نشال محترف في بداية المسلسل، شغال مع عصابات صغيرة بتسرق الناس في الاسواق، حياته بتتقلب لما بيتورط مع الاحتلال الانجليزي وبيشوف ظلم الجنود البريطانيين لاهل الحي الشعبي اللي عايش فيه. نقطة التحول بتبدأ لما بيقرر يستخدم مهاراته في النشر والتخفي لخدمة المقاومة ضد الاحتلال. السؤال هنا، هل التحول ده منطقي؟ هل شخص زي عبد العزيز ممكن فعلا يتحول من مجرم لبطل؟ المسلسل بيلاقي الضوء على الفرق بين الاغنياء والفقراء في الحقبة الزمنية دي. الطبقة الثرية مش مهتمة بالمقاومة وبعضهم متعاون مع الاحتلال للحفاظ على مصالحهم. عبد العزيز النص اللي جاي من بيئة فقيرة بيشوف ان مفيش امل غير في النضال، وده اللي بيحصل في المجتمعات اللي بيكون فيها طبقية واضحة. هل المسلسل بالغ في تصوير الصراع دوت ولا كان واقعي؟ وهل التحول كان واقعي ولا مجرد حبكة درامية؟ هو الحقيقي في التاريخ المصري في شخصيات خرجت من الهمج الاجتماعي وبقت رموز مقاومة فعلا، والحاجة المبالغ فيها ان عبد العزيز بيتحول لزعيم بسهولة كأن مفيش تحديات حقيقية. المسلسل بيخلي التحول سريع جدا وده ممكن يخلي القصة مش مقنعة للبعض. نيجينا للسؤال المهم، هل كان ممكن يكون في بناء درامي أبطأ للتحول ده؟ نيجينا هل المسلسل بيحمل رسالة واقعية، بيوصل رسالة ان التغيير ممكن وان الابطال ممكن يجوا من اماكن غير متوقعة، لكنه كمان ممكن يبالغ في فكرة ان اي حد يقدر يتحول بسهولة. الفترة اللي بيدور فيها المسلسل كان فيها حركات مقاومة منظمة ضد الانجليز زي الفلاحين اللي قاموا في صعيد مصر والطلبة اللي عملوا مظاهرات ضخمة في القاهرة. المسلسل تجاهل فكرة المقاومة المنظمة، ركز على فكرة البطل الفردي اللي بيعمل كل حاجة لوحده. تصوير الحارات الشعبية كان واقعي وحسسك فعلا باجواء القاهرة القديمة. الشخصيات الثانوية كانت سطحية جدا وكأنهم موجودين بس علشان يخدموا رحلة البطل. الرسالة الأساسية للمسلسل ان اي شخص ممكن يتغير لو الظروف اجبرته على كده، لكنها كمان بترسخ فكرة البطل الفردي وتتجاهل دور المقاومة الجماعية. السؤال الكبير، لو كنت مكان عبد العزيز هل كنت هتقدر تتحول زيه؟ بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه. وبس كده، السلام عليكم.